مرحبا بكم في روبريك حي النجوم. احنا توا موجودين في منطقة العمران وين عاش وترعرع الإعلامي القدير منصف بن سعيد. خلينا نشوفه مع بعضنا. منصف راهو جارنا ولد حومتنا وكان مسؤول علينا، زاد كانت عندنا جمعية اسمها شباب العمران وكان معنا كلي ناشط في الرياضة في كل شيء. منصف بن سعيد راهو من عائلة كبيرة. عمه منوبي بن سعيد. منوبي بن سعيد كان اول اونترنور دي ليكيب ناسيونال، هو رشيد التركي، وعمل الملعب الشعبي ستاد بوبيلير. سي المنصف غني عن التعريف. اول حاجه ولد العمران، ولد الجبل الاحمر، راجل طيب معروف. انا نعرفه من اللي كان يخدم في جريده بلادي، خدم العمران في الهوند في اللوت. عائله كبيره، او سموا له تيران تاع ابوه الله يرحمه هنا في العمران اللي ترناو فيه الحكام. أنا منصف سي معنا إنسان معنا كرجل نتاع حومة معنا يفيد ويحب ولاد حومته، ورجل طيب ورجل معنا خدوم. سي المنصف بن سعيد بالنسبة معناها جيل مش بعيد علينا برشا، لكن اللي عملوا للمنطقة واللي معناها رياضيا وصحفيا وإنسانيا ما شاء الله. عائلة البحري المرحوم والده والله يرحمه الملعب متسمي باسمه، وإن شاء الله فما ملعب وراه اللي هو وراه سموه احنا ملعب الروضة، زاد كيف إن شاء الله يتسمى باسم سي المنصف. يحبوه الناس الكل، يحب يعاون الفقير، يتكلم على الفقير، ديما الضحكة ديما موجودة، ديما كذا، راجل طيب ياسر. رسالتي ليه هو داير معنا الرسالة وصلها. إذا كان نحن موجودين تو تسلفينا واحد سي ديجا معنا الكل معنا، ماك الشيء اللي عمله هو وكل شيء وكل الدفعة نتاعو، لأن بصراحة تامة معنا. فهمت شكون عندنا الصحافة هنا ولا حاجة، هو كان معنا الوجهة نتاعنا والمراية معنا. فهمتني؟ حنين برشا، يحب الناس الكل، عنده الناس الكل يحبهم، مغروم بالكرة برشا من ناحية من حياة الوالد، مغرومين الكلهم، وسختو مخموه بشبيبة العمران برشا. ايش باش نقول لك يا اخر، يحب الناس الكل، يعاون اللي يستحق، حنين، عبد حنين. هذاك شو نجم نقول لك، عنده كامل الشروط يظهر، والكمال لله. سي منصف، محبة كبيرة من أهالي منطقة العمران ليك، شنو هو السر؟ أنا ولد العمران، أنا ولد الجبل الأحمر، أنا ولد العمران، أنا ولد الجبل. علاش نقول ولد الجبل؟ فما برشا يقولوا ولد الجبل معناتها بانتي. لا، يكذب عليك اللي يقول لك. فرانسفيل، العمران، الكومباتون، واد السبعي، هذوما كلهم قرينا في اون سول ايكول بريمير اللي هي مدرسة العمران، اللي هي موجودة فين؟ في جبل الأحمر. دونك احنا وين قرينا 6 سنين بريمير، قرينا في جبل الأحمر. على ذاك نتشرف ونقول أنا ولد جبل الأحمر. خذيت البكالوريا وأنا من أول المعلمين اللي قراوا في تونس بالدبلوم نتاعهم بكالوريا. نخرجوا نقريو، نعملوا عام الصباح ستاج والعشيه نقريو، والا العكس. كان مخي يخدم يلزمني من صغير، يلزمني نسافر لبرا. في تونس شد فما كونترات وفما كذا، ما تنجمش. شكلت اموري ورجلت اموري ومشيت لانجلترا، وقعدت في انجلترا ما شاء الله، وهبطت في انجلترا بدبلومات صحاح ياسر اللي خولوا لي باش لقيت خدمه سونز وكان بروبليم. من عام 69 وانا نعمل في الصحافه، مغروم بالصحافه. اول ارتيكل كتبته في حياتي ندافع به على الوالد. كانت فما جريده القدام يظهر لي هي اللي ولات بارلاسويت جريده الشعب. فهمتني؟ لقيت روحي هكا مشيت لانجلترا. في انجلترا بعثت للصباح لحسن حسين عطيه الله يرحمهم وينعمهم، شيخو ولات مراسله اسبوعيه من انجلترا اسمها رسالة لندن الرياضية، يكتبها المنصف بن سعيد. حطوا لي تصويرتي. علاش حطوا لي تصويرتي؟ خاطر فما كذبوهم. دونك عملت اسم انا قبل ما نرجع لتونس. وقت اللي جيت لتونس انا عام اواخر 73 ديجا نلقى اسمي سبقني. منصف بن سعيد معروف بتصويرته وكل شيء. شويه صباح وشويه بعداش اللي قعدت فيها وامورها معناتها رسمي هي جريده بلادي. احنا عائله رياضيه للنخاع، ما نعرفش حكوا لك ولا. بابا احسن اربيتر في تونس، خويا احسن ديريجان في تونس. الرجل الرياضي التونسي عمره كله يلعب في الباسكيت ولا هز تيتر. وقت اللي جاب خويا ولاو يهزوا في التيتروات. انا احسن صحافي في تونس واتحدى الجميع. اي نعم احسن صحافي. فما واحد في تونس ثابر كيفي انا، وشد صيح مشيت لانجلترا وحاربتهم غاديك في انجلترا ومراسل من انجلترا. واللي يكون في علمك وفي علم كل من تبعوا في هنا، انا التونسي الوحيد دون لو طون هذاك اللي عملت اللي ما عمله حتى حد. انا كنت في البي بي سي، هيئة الإذاعة البريطانية.
ربي يفضل لنا في المنصب، ان شاء الله ديما في وربي يطول في عمرك.